سلام بالجداوي، سلام لم يا ليلي. لكل شخص له ظروف وصعوبات ومآسي في الحياة، وفي منا اللي يقدر يتحكم في حكمة رب العالمين، وفي منا اللي يعترض ويتأفف على كل كبيرة وصغيرة تصير في حياته. أمر المسلم كله خير، إذا أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء صبر فكان خيرا له. فلا تيأس ولا تحزن، واعرف كل ما يصيبك في هذه الدنيا هو قضاء وقدر، ليبتليك ويختبرك، وفي نفس الوقت تكفيرا للذنوب. وكلنا نعرف إذا رب العالمين أحب عبد ابتلاه. اللي خلاني أتكلم على هذا الموضوع للأمانة هو أشياء جدا جدا كثيرة، وصلنا في زمن نزعل فيه على أتفه الأسباب. والله إنها من قلبي، من قلبي أتفه الأسباب. ما توظفت الوظيفة اللي أنا أبغاها، اتصلت على حبيبتي وحبيبتي ما ترد علي، وفي النهاية يحط لك أغنية حزينة ويروح قدام البحر ومسوي إنه يشكي همومه وكل حاجة، وفي النهاية لما تيجي تقول له أنت صليت، قال لك ها طيب دعيت رب العالمين؟ يعني ايش يعني لما تسمع اغاني حزينه يعني انه الوضع يعني ما كويس دحين؟ اتوظفت في وظيفه وقعدت كم سنه اقعد استنى اخر شيء لما اتوظف يطلع راتبي قليل. قرايبيني انا مره اكرههم صراحه، لانه لما ندخل دائما عندهم كل عيد يقعدوا يطالعوا لي من فوق لتحت. والله نو كومنت. بقول لكم على قصتين صارت لي في خلال استخدامي لبرنامج اسمه اليونان. بنت اتصلت علينا وبتقول انه كان عمرها 9 سنوات واغتصبت، ومن مين؟ من عمها. وجلست على هذا الحال الين ما صار عمرها 20 سنة، بعدين وعت على الدنيا وحاولت قد ما تقدر انها تقول لابوها، لكن الصدمة انه بمجرد ما انها قالت لابوها، ابوها من الاساس ما اهتم للموضوع، وخلينا اقول لكم ما صدق. وبكل بساطه هذا الشيء اللي ممكن يخليها توصل الين عمرها 30 سنه وما تقدر تتزوج، لانه عارفه انه بمجرد ما انها تتزوج انسان وتجي هذيك الليله ومجرد ما انه يدخل عليها قام قال لها انت السبب. غير الصعوبات اللي كانت دائما تواجهها من يوم ما كان عمرها 9 سنوات الين ما صار عمرها 21 او 22 سنه. يعني اقدر اوصف لكم حياه البنت هذه في جحيم. لما حاولنا نهدي فيها قد ما نقدر، لما حاولنا نبين انه هذا الشيء مكتوب من رب العالمين، انه هذا الشيء مستحيل انه يتغير الا بقناعه منك انت، وانك تقتنع انه هذا الشيء مكتوب لك انت، والله العظيم ما قالت الا الحمد لله على كل حال. القصه الثانيه انه بمجرد ما انها قفلت البنت هذه اتصل علينا دكتور مختص في هذه الحالات. اسمعوا ايش يقول وصلتنا حالة طلعناها من الزبالة قبل أسبوعين تقريبا، تكرمون. الحالة هذه بنت اتوفوا والدينها في حادث، وصارت البنت هذه عايشة عند جدها هذا هو اللي اغتصبها. أعطيك قصة ثالثة ولا تزعل. صار لي حادث تقريبا قبل أسبوعين وزرت المستشفى، واقفين ننتظر الين ما البوابة تفتح وقاعدين نسولف كذا، وكان في جنبي واحد كذا حالته جدا جدا متبهدلة، وقاعد يتكلم معي وكيف حالك ايش اخبارك طيب فين شغال انت ماني عارف ايه ومن الى، واعطاني قصته. قال انا الان عمري 34 سنة وكنت شغال في شركة كانوا يعطوني 15,000 ريال الين ما تزوجت، ومجرد ما اني تزوجت طردوني. ايش السبب؟ ما ادري. قلت معقول في شركة تطرد اي شخص موظف عندهم وراتبه 15,000 ريال؟ معناته انت شخص جدا جدا مهم في هذه الشركة. قال مهم وكنت مدير، لكن مع ذلك طردوني بمجرد ما انهم سمعوا ان انا اتزوج. قلت هذا السبب؟ قال والله العظيم هذا السبب. طيب والان فين صرت؟ انا موظف سكرتي راتبي 3,500. 3,500 وانت متزوج تكفيك؟ والله ما تكفيني. فقاعد يقول لي شوفني كيف اتغير حالتي، وما عاد صرت احلق ولا عاد صرت اهتم بشكلي ولا عاد صرت البس زي الناس ولا عاد صرت اسوي كل شيء زي قبل. سألته هل انت مقتنع بحياتك؟ قام قال لا. طب ليش انت ما انت مقتنع؟ والله لاني انا كنت استلم 15,000 ولا انا استلم 3,500. قلت طيب غيرك كذا 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 كذا، غيرك كذا 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 كذا، واعطيته الوضع كله. لكن سؤالي ليش احنا وصلنا لمرحلة انه لازم كل واحد مننا يدف الثاني؟ لا والله انت صار عليك كذا، لا الله يسعدك هذا قضاء الله وقدره، وهذا الشيء مكتوب من عند رب العالمين، وهذا ماني عارف ايه، ونقعد نزن وراه الين ما يتعدى. ليش ما نكون من الناس اللي اول ما يضيق علينا حاجة او مثلا تمنينا حاجة وما صارت لنا نقتنع 100% انه هذا الشيء من رب العالمين وهذا الشيء خيرة؟ او انك تقوم تتوضا وتصلي لك ركعتين وتدعي رب العالمين، وخصوصا اخر الليل، واهم شيء انك تخلص النية في الدعاء. واخر الليل رب العالمين يقول هل من داع فأستجيب له؟ وخلي شعارك الوحيد لا تحزن فإن الله معنا، ولا تقل يا ربي همي كبير، بل قل يا هم ربي كبير. هذا كان آخر كلامي معاكم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإن شاء الله أنكم تكونوا استفدتوا. إذا حسيت المقطع هذا فادك فأتمنى أنك تنشره قد ما تقدر. لا تنسوني من اللايك، لا تنسوا الاشتراك في القناة، اضغط على الزر الأحمر الجميل اللي موجود تحت، اترك لي كومنت، اكتب اترك لي كومنت.
يضحكوا علي. اترك مرة ضغطت قال اترك لي كومنت. اشوفكم ان شاء الله على خير، استديكم ربي. طب كيف تتحمل انك انت تشوف الشراب قدامك كل ما دخلت اي سوبر ماركت وما تشرب؟ امانه قول لي شربت؟ والله العظيم ما اعلم احد، قسم بالله ما اعلم، امانه شربت. السلام عليكم. مشكلة انا كيف دحوم؟ انا عارف انه أنا مو قاعد لازم انت باينه انت. ايوه هذا اللي كانت تضحك علي، تشوفوها؟ ايوه